عرفت كأس إفريقيا منذ تأسيسها ندية كبيرة بين المنتخبات المشاركة، وهناك عدد من المنتخبات التي تعتبر من القوى التقليدية في القارة بناء على تاريخها وأدائها في البطولة. وفي هذا الفيديو سنتعرف على أقوى هذه المنتخبات. مصر. المنتخب المصري هو الأكثر تتويجاً بالبطولة، وعرف هذا المنتخب أجيالاً ذهبية أبرزها جيل محمد أبو تريكة وحسن شحاتة الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية: 2006، 2008، 2010. الكاميرون. توج المنتخب الكاميروني بطلاً لإفريقيا 5 مرات، وهو منتخب قوي بدنياً ويتميز بالصلابة الدفاعية. غانا. فازت غانا بالبطولة 4 مرات، لكنها لم تحقق اللقب منذ 1982، وهي دائما مرشحة قوية رغم أنها عانت من سوء الحظ في النهائيات مؤخرا. نيجيريا. توجت نيجيريا باللقب 3 مرات: 1980، 1994، 2013. كما أنها دائما تملك نجوما في الدوريات الأوروبية الكبرى، وهي من أقوى الفرق في القارة على مستوى المواهب الهجومية. الجزائر. فازت الجزائر بالبطولة مرتين: 1990، 2019. وتمتلك جيلا ذهبيا بقيادة رياض محرز. إلا أن هذا المنتخب عانى كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب سوء التسيير. ساحل العاج. توج منتخب ساحل العاج بكأس إفريقيا 3 مرات: 1992، 2015، 2023. فاز بالبطولة الأخيرة وسيدخل غمار هذه البطولة كحامل اللقب بعد انتصاره في النهائي على نيجيريا بنتيجة من 2-1. المغرب. المنتخب المغربي فاز بالأميرة السمراء سنة 1976 ووصيف 2004، كما حقق نجاحات كبيرة عالمياً مثل وصوله لنصف نهائي كأس العالم 2022. ويملك ترسانة قوية من اللاعبين الذين يمارسون بأقوى البطولات العالمية. السنغال. فاز منتخب السنغال بكأس إفريقيا 2021 وهو أحد أقوى المنتخبات حالياً بقيادة ساديو ماني. تونس. فازت تونس بالكأس الإفريقية سنة 2004 ودائماً حاضرة في المراحل المتقدمة. جنوب إفريقيا. فازت جنوب إفريقيا باللقب سنة 1996، لكنها لم تحافظ على مستواها لاحقاً.